حاجة تجيبها وانت جاي من مصر. كلسون. كلسون يا جماعة مهم جدا جدا جدا. تجيب لك 3 4 كده، لان في الجو ده مش هينفع غير ان انت تلبس كلسون. النهارده انا رايح الجيم، بقالي شهر ما رحتش، قررت النهارده لازم اروح الجيم. خلاص مش هينفع كده يعني، واحد بيكسل خالص، الجو بيبقى ساقع. ان شاء الله نحاول ننزل 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام، لان الشهر ده عندنا امتحانات كتير، فربنا يسهل. دلوقتي هننزل، هناخد العجلة، درجة حرارة -3، ونطلع الجيم على طول. فيلا بينا. هاخد اول حاجة معايا تيشيرت التمرين، فوطة، وادي كنت هتمرن بيه. الان اسوق العجلة لازم يكون معايا الجوانتي بتاع العجلة، وادي الايس كاب عشان خاطر الجو ساقع مش هعرف اسوقها من غيرهم. الواحد فعلا لازم ينزل يعمل اي رياضة، يروح الجيم، يلعب كورة، لان الحياة في اوروبا زي ما انتوا عارفين شغل، دراسة. الجيم النهاردة فاضي، مفيش فيه ناس كتير، فهلعب النهاردة ظهر. فالحمد لله الأجهزة أصلا كلها فاضية، فيلا بينا نبدأ ظهر على طول. خلصت أول تمرينة، هدخل تاني تمرينة صحب عرضي. خلصت جيم يا جماعة، دلوقتي هطلع البيت اشوف اكل ايه. عايز اظبط لبسي بتاع الشغل، عندي شغل النهارده الساعة 3:30. بس حلو بعد الجيم، خلاص الجيم كده تحس ان انت فايق ومبسوط. هصلي العصر، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم في الصلاة عشان ربنا يكرمنا. بعد كده هظبط لبس الشغل. انت في الغربة تكوي لنفسك، تغسل هدومك، تطبخ، تعمل كل حاجة. هي ميزة حلوة يعني، مش بعمل الحاجات دي في مصر غير لما جيت هنا يعني. انت معتمد على نفسك في كل حاجة، مفيش حد يصحيك على الشغل، مفيش حد يقولك يلا عندك امتحان، عندك شغل دلوقتي، انت بتعمل كل حاجة بنفسك. انا في الشارع ورايح على الشغل، ان شاء الله 10 دقايق وهوصل. النهاردة شغال لحد الساعة 12. Einkaufszentrum West. درجة حرارة 3. فإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتقولي في الكومنت عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه. تشوز.